الله بالخير يا جماعة الخير. اليوم خلينا نوقف عند حادثة خطيرة جدا. اتهام تم توجيهها لضابط شرطة وروجت إلى بعض المحطات الفضائية والصفحات، وبعد التحقيق تبين أن هذا الفيديو مفبرك بالكامل، وهو مجرد فيديو تم صناعته بالذكاء الاصطناعي. والسؤال هنا، من اللي يحاسب؟ متى أصبح الإعلام يدور على الطشة والسبق على حساب حياة الناس وأعراضهم وسمعتهم؟ وهنا نقول الإعلام الحقيقي ما يحاكم الناس ولا يصدر قرارات، بل ينتظر القرارات والتحقيق تصدر من الجهات الرسمية. لكن اليوم اللي صار تشويه علني قبل قرار القضاء. طيب شنو ذنب المتهم؟ شنو ذنب عائلته؟ ماذا لو فقد حياته بسبب الضغط النفسي واللي حصل؟ من يتحمل المسؤولية؟ هذه الحادثة يجب ألا تمر مرور الكرام، يجب معاقبة كل من نشر وروج بلا مهنية. وإذا سكتنا اليوم غدا من الممكن أن يكون أي شخص ضحية لمثل هكذا فيديوهات مفبركة. وهنا يا جماعة أريد أقول الإعلام ترى مو ساحة فضائح، الإعلام هو مسؤولية، والعدالة مكانها القضاء. وسلامتكم.